نفس الدول الباقي، نفس اللي حوالينا، حتى تحسبوا الكويت واو ديمقراطيه اخرطي، لا في ديمقراطيه ولا شيء. شوفوا مره يطلعوا الشيعة على الظلام دول، مره يطلعوا العيام اللي هم العجم، مره يطلعوا السنه، مره يطلعوا القبائل، والقبائل كمان القبائل فيها بدو وحضر وفيها الى اخره. فلذلك احنا اذا ما كنا كشعوب متيقظين كيف نبغى نسقط هذه الانظمه؟ واحنا لازلنا في هذه العقليه الرجعيه. ولكن في المقابل يعني ناخذ الكلام الصح، الثروات أو الثروات التي تكون في كل منطقة بدون هذا قاعدة دينية وقاعدة سياسية وقاعدة فقهية وقاعدة كل العالم شغال فيها. كل منطقة أولى بثرواتها. باختصار نقطة السطر، النبي صلى الله عليه وسلم، خليك بالإسلام ده نديك الإسلام، قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات تؤخذ 5 عفوا زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ما قال توديها القصيم ولا توديها القطيف ولا حائل ولا الأحساء، تؤخذ الزكاة من الحجاز وتوضع في الحجاز إن كان في جبالها أو في تهامة، وإذا فاضت على المنطقة ثم الأبعد فالأبعد تؤخذ من القصيم إلا في حال الجوائح العامة. هذه هناك نظام دولة كما هو الفيدرالي، هذه أمريكا لها 300 سنة وفيدرالية ضخمة جدا. ليش أنت ما عندك ثروات وأنا شحات وأنا اللي عندي الثروات؟ ليش أنا مهمش؟ مو صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء قوم من مضر من نجد مجتاب النمار ملابس سيئة جدا، قال صعد المنبر وهو غضبان، قال أنفق رجل من ديناره من كيس بره من كيس تمر، اتقوا النار ولا بشق تمرة. غلط ان تعيش. فكيف اذا انت تاخذ ثرواتي بترولي حجي عمرتي الغاء الذهب وفي الاخير تبغاني والله اسمع واطيع اقول لك عشان الوحده. وحده ايش يا بابا؟ اول شيء قبل الوحده ان تتوحد القلوب. اول شيء قبل الوحده الشكليه السياسيه ان تتوحد الافكار او تتقارب الافكار المشاعر. شوفوا قبل عبد العزيز عندنا أسر قصيمية عايشة في المدينة من 300 سنة مثل زي أسرة الخريجي. حتى عبد العزيز لما كان ينزل المدينة الله لا يرحمه كان ينزل عندهم. شوفوا الخريجي اللي كمان بجدة وقصور وفي أبحر وتبارك الله وكذا من كبار التجار. حتى أذكر واحد مدرس الله يذكره بالخير من أهل القصيم درسنا في عنيزة فقال لي وشوف يتكلم حجازي كذا مكة، قال لي أنا مولود بمكة الجبيلان مجموعة من دول. طيب ما في مشكلة وتزوجوا مننا وتزوجنا منهم وواحدة من جدات من رياض الخبر ما في مشكلة. جاء السعود قال لك وحدة وقطعها أوصال. ما في شيء تقول للناس وحدة وانت جالس تهينهم يوما وهذا وتقول لي وحدة. انت وحدة وانت في النهاية وحدة تاكس بيكو. انت وحدة الانجليز لما الاخوان هذول الاخوان من طاع الله وجزرتهم في السبلة وخلص هذه الوحدة حقتك. فلذلك انا اقول انتبهوا يا شعبنا في الحجاز ونجد، يا شعبنا في الحجاز كله سراة وتهاما وجبلا وبحرا، يا نجد يا اهل حائل يا اهل الجزيرة العربية يا اهل الخليج، التموا والتفوا حول الحجاز المجيد هذا، وليكن هذا الحجاز هو دأبكم الحرص عليه، ودأبكم أن يكون هذا الحجاز هو الشيء الذي نتمحور حوله، لأنه فيه مكة المكرمة، بل فيه المدينة المنورة، بل فيه قبره صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو بإجماع العلماء هو خير من العرش وخير من الكرسي، لأنه فيه خير البشر هذه البقعة اللي فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك احنا نقول تمحوروا وأزيلوا الإحى من قلوبكم اللي حطها بن سعود. وثقوا تماما لو سوينا 100 ثورة ما لم لاحظوا نتخلص من هذه الشظايا النفسية الموجودة فينا، هذا حجازي وهذا نجدي وهذا بدوي وهذا حضيري وهذا 110 وهذا 220 وهذا خضيري وهذا قبيل وانت ايش حضرتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت احسن منه؟ الزوج صفية بنت حيي بنت أخطب وماريا القبطية وام ابراهيم، طيب يعني وانت ايش حضرتك يعني؟ انت شكوا على قول الاخوان الكويتيين او العراقيين. فلذلك احنا بحاجة الى ان نصارح انفسنا وان نعطي كل ذي حق حقه، كل واحد له حقه، كل واحد له حقه، وفي المقابل الاحترام والتقدير والتوجيه. وهذا ما كان قبل أن يأتي هذا الوباء في الأرض اللي هو السعود، لا أعادهم الله وإن شاء الله يزولون، بس بحاجة أن نوعي هذا وننقي هذا.